ازيكم يا فنانين؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله انا جاي اتكلم عن اكتر الحاجات اللي بتضايق اصحاب المكن، او الناس اللي شغاله على المكن بشكل عام، او حتى العميل والله اللي هو اللي بيشتري المنتج، الا وهي الفحم او الصماد او الهباب اللي بيكون موجود على الخشب. ايه مشاكله او ايه السبب في الحاجات دي، وازاي نحل المشاكل دي باذن الله سريعا كده. اول حاجه من الحاجات اللي بتعمل المشكله دي هي بتكون ضعف الهواء. بيكون موتور الهواء يا اما فيه مشكله، يا اما بيكون فيه قطع، يا اما بيكون الموتور نفسه او الكمبرسور نفسه ضعيف، مش قادر ان هو يكفي او يعني الكمبرسور ايا كان، يعني خلاص هي كل حاجه ليها عمر افتراضي، ممكن يكون في مشكله فيه، او ممكن محتاج يتصلح، او ممكن خلاص الموتور نفسه ضعف فبيبقى محتاج ان هو يتغير، او ممكن يكون اساسا الواط بتاعه قليل. يعني ممكن يكون الموتور بتاع الهواء ده ممكن يكون وليكن 80 واط، انت مكنه عندك محتاجه حاجه 135 مثلا او 160، حاجه تكون كبيره شويه بحيث انها تطلع لك جوده نظيفه، او الهواء يكون عارف ان هو يشد او يبعد الدخنه اللي هي اللي بتبقى طالعه من القصر. تمام. تاني حاجة ممكن يكون في مشكلة في الخرطوم نفسه اللي طالع من أول الموتور اللي رايح لحد العدسة، ممكن يكون في مشكلة فيه، ممكن يكون في قطع، ممكن يكون في خرم، ممكن يكون في شق صغير كده انت مش واخد بالك منه. بيبقى مع الاستعمال او مع ركنة المكنة او الشمس او الكلام ده كله، او مع السخونة والدخنة والكلام ده كله، بيبدأ يحصل ان الخرطوم يبدأ يتقصف. وحصلت المشكلة دي معايا انا شخصيا لما كنت في الجيش ورجعت، الخرطوم نفسه قصف، وللاسف شغلت المكنه والخرطوم اتقطع ومخدتش بالي وراحت فيها العدسه. تمام. عشان كده لازم 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 تبقى جنب المكنه. الحمد لله ربك سترها، الدنيا عندي باظت، وممكن ابقى احط لكم جزء من الفيديو او انزل لكم الفيديو بعد كده ان شاء الله على القناه ساعه ما حصلت المشكله دي. تمام. المهم خلينا في موضوعنا تاني او تالت حاجه. انا مش بعد، انا بتكلم معاكم كده باستفاضه، انا يعني لا كاتب ولا عامل، انا بتكلم اللي بيجي في دماغي بقوله. تمام. من المشاكل كمان الخشب نفسه بيكون سيء. الخشب لو وحش او الخشب مرطب هيبدأ يعمل معاك الدخنة دي ويعمل معاك المشكلة دي، وتلاقي الريحة اساسا تحس ايه، كتمة وخنقة، والريحة فظيعة. تمام. فدي من ضمن الاسباب ان يكون الخشب نفسه مش كويس. تمام. من الاسباب التانية برضو ان يكون ليزر ضعيف. ممكن تبقى مثلا انت وليكن شغال بسرعة 40 وباور 40، اديلك فترة شغال مثلا وليكن من اول الموسم او حاجة، فبرضه في مثلا ضغط على المكنة جامد او فالباور محتاج يعلى سنة، او السرعة محتاجة تهدى سنة. تمام. برضو دي من الاسباب ان هي القطع ما بيبقاش مخلص للاخر، فبالتالي الدخنه ما بتنزلش تحت، الشفاط ما بيلحقش يشفطها، فبتبقى عايمه عندك على الوش. فلازم لما تكون الخشبه مقطوعه جامد، يعني الليزر لما يقطع جامد الدخنه بتنزل لتحت ما بتطلعش لفوق. تمام. فاهم حاجه تتاكد ان المكنه بتقص كويس، لان المكنه لو فيها اي سبب من الحاجات اللي هي مش مخليها تقص كويس، هتبدا تحصل معاك المشكله دي. زي ايه؟ زي إن المرايه او العدسه تكون مش نظيفه. العدسه لو مش نظيفه هتعمل معاك دخنه برضو مش طبيعيه، والقص شب حلو، وهيبقى عندك مشاكل كتير. فلازم تتاكد من نظافه العدسه. تالت حاجة او ماشي برضو من الاسباب ان يكون الشعاع نفسه مش مظبوط. الشعاع لو مش مظبوط وخابط في جنب النوزل بتاعه الهيد نفسه، هتلاقي يحصل زي هباب كده، بيحصل زي زيت. تمام. دي من الحاجات اللي احنا بنتاكد بيها ان الشعاع مش مظبوط. اول ما تلاقي الخشب مزيت كده هو من فوق، اعرف على طول ان الشعاع عندك مش مظبوط، ولازم تراجع. في ناس بيبقى الشعاع عنده مش مظبوط ويبدا ان هو يزود الباور ويزود الباور يزود الباور اللي هو عايز يقصه وخلاص. طب بص شوف المشكله فين الاول. كده انت عندك مشكله في الشعاع، وباذن الله باذن الله باذن الله ممكن نعمل فيديو ازاي تعرف ان الشعاع بايظ وازاي نظبط الشعاع، وده قريبا جدا 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 ان شاء الله. بس انا كنت عاوز اخلي اللي يعمل الموضوع ده حد من فنيين الصيانه، الناس المحترمه، ومكلم بالفعل ناس كتيره والله عشان نعمل فيديو، بس الظروف ما سمحتش ان احنا نعمل فيديو يكون واضح. لان برضو ايا كان انا كمستخدم هيبقى الوضع مختلف عن حد شغال في المجال ده، او حد مهندس تخصصه او شغله ان هو يصلح المكن، وبرضه بيكون في تفاصيل قد اكون انا غافل عنها. فانا بحاول بقدر الامكان اللي انا يعني عارف فيه معلومه
اضيفها، لكن على قدي او في حد يقدر يضيف معلومة احسن مني بيكون افضل نسيب له هو القيادة يعني في الموضوع ده. فزي ما قلنا ان الهواء لو الموتور لو فيه مشكله، العدسه لو فيها مشكله، ضبط الشعاع لو فيه مشكله، والخشب برضو لو فيه مشكله. في ايه تاني من الاسباب؟ ان الترابيزه نفسها تكون مخنوقه. لو انت عندك عش نحل ممكن تكون الدنيا عندك فيها برضو الترابيزه معفنت، عايزه تتنضف وعايزه الدنيا تروق تحتيها والكلام ده كله. كل ده هيفرق معاك. الشفاط نفسه برضو، الشفاط لو فيه مشكله هيقرفك، لان مش هيشفط، فالهواء او الدخان هيبقى عايملك على الوش فيعمل لك ريحه في الخشب، ويخلي لك الخشب كله مهبب ومصمد وحالته حاله. تمام. برضو من الاسباب اللي ناس كتيره ما بتاخدش بالها منها وهي فتحه النزل بتبقى تحاول بقدر الامكان انها تكون ضيقه، لا مسدوده ولا واسعه. تمام. دي لما بتكون مظبوطه بظبطه معينه كده اهو بتكون بتدي لك دقه في الهواء نفسه بيبقى متسلط، يعني بيبقى نازل الشعاع ونازل ورا الهواء على طول، فبيبعد الدخنه بصوره رهيبه على طول من بعد ما يتقص. فطبعا ده بيدي لك نظافه وبيدي لك شغل يكون كويس ونضيف. بس كده دي كانت اشهر الاسباب او المشاكل اللي عموما اللي بتبقى موجوده عند كل الناس وما بتاخدش بالها منها. ممكن تبقى عندك مشكله منهم عامله لك ازمه، وانا عارف انها عامله لك ازمه لان انا في البدايه خالص مريت ب 90% والله من الكلام ده كله. كان عندي مشكله في الموتور عليته، كان عندي مشكله في الشفاط كان مسدود، وساعتها عملت فيديو تنظيف الشفاط، بس ده يعني كان بعدها بفتره. تمام. كان عندي برضو مشكله زي ما قلت لك في ان العدسه او في الخرطوم اللي كان حصل فيه مشكله. تمام. فدي انا حاجات انا مريت بيها بالفعل، ومش عايزك تغلط غلطتي او عايزك تخلص من القصه دي. وحتى برضو والله العدسه النزل نفسها كان عندي برضو فيها مشكله ولحمتها المونيا بحيث ان انا اضايق الفتحه شويه. تمام. وظبطة الشعاع اكيد طبعا ده ما فيش حد في الدنيا عنده مكنه ومشكله الشعاع مرج بيها. بس كده. فدي تجارب شخصيه. لو انت عندك مشكله او تعرف معلومه برضو كانت بتعمل نفس القصه دي، ما تنساش تكتبها تحت في الكومنتات عشان الناس تستفاد بيها. وبس كده. دمتم بخير. كان معاكم مازن عجوز، والسلام عليكم.